مش قادرة أصدق اللي شفته. حماتي مع جوزي في وضع صادم، واللي حصل في الآخر أصعب مستحيل تتخيله، إن أم وابنها يكونوا بيعملوا كده أبداً. أنا اسمي أسماء، عندي 37 سنة، متجوزة من أكتر من 13 سنة. حياتي هادية جداً، عندي ولدين، وجوزي المفروض إنه محاسب في شركة، والحمد لله مكسبه حلوة جداً، وإحنا عايشين في مكان راقي ومش محرومين من أي حاجة. وكمان جوزي علشان هو الكبير فبيساعد أخواته الأصغر، وفتح لأخوه شركة سياحة داخلية صغيرة، والجوز أخته فتح له محل. وعامة جوزي بار جدا بأهله، بس من أول يوم وأنا حاسة إن في شيء غريب. أولاً لأن حماتي عايشة وحدها، ورافضة هي وجوزي إنها تعيش مع حد، حتى إنها تيجي تعيش هنا عندي. الموضوع ملفت، ولما سألت جوزي قالي إن أمه مش هترتاح لما تخليكي تخدميها وإنتي مش بنتها. قلت له طيب ما تعيش مع أختك؟ قال لي لأ برضه، هي مش هترتاح في وجود جوز أختي. قلت له طيب ما نسكن جنبها؟ قال لأ لأ لأ، هو مش حابب كده، علشان ما يكونش فيه تدخلات، وهو بيحب الخصوصية، والقرب ممكن يكسر الخصوصية، فده مشكلة وهو مش بيحب كده. أنا ما كنتش عارفة أعدي الموضوع، بس في نفس الوقت القصة ما فيهاش حاجة تخليني أشك في أي حاجة أصلاً. ومرت السنين على الوضع ده، وكان في شيء ملفت جدا، إني لما كنت أقول رايحة أشتري حاجات من المكان اللي ساكنة فيه حماتي، كان جوزي يجي بالعربية معايا، أو لما أخلص ألاقيه سبقني عندها ويقول لي تعالي أنا عند ماما. في الأول ما كنتش باخد بالي، بس بعدين حسيت إن في حاجة، وخاصة لما قالت قدامي أخته سماح إنه مروان جوزي أقرب واحد لمامته، طول عمرهم زي ما يكون في سر غريب وعميق جدا ما بينهم. هي قالت الكلام ده في عصبية، بس أنا كمان حاسة بكده. حتى نظراتهم لبعض فيها حاجة مش مريحة أبداً. حماتي ما كانتش كبيرة في السن، لأن هي اتجوزت وهي عندها 14 سنة، خلفت جوزي وهي 15 سنة، فهي في الوقت ده كان عندها 52 سنة بس. هي ست مهتمة بنفسها وجميلة برضو، وما يديهاش سنها أبدا. يعني هي لما تمشي معانا أنا وأخته ما تقدرش تقول إنها حماتي أبدا. بس هي أغرب ست شفتها. أولا أنا عمري ما شفت ست بتحب الوحدة كده، وبيتها مليان أسرار، حاجات غريبة، زي أوضة مقفولة وممنوع العيال حتى تقرب منها. زي مرة لقيت عندها لبس صعيدي متبهدل جدا، زي ما يكون لبس شحات، ولما جابوه العيال ارتكبت وخدته ورمته في المطبخ، وقالت إنه لبس قديم وهي بتمسح بيه في المطبخ. بس هي هتجيب منين لبس راجل؟ ده هي عايشة وحدها من 20 سنة. أنا كان في دماغي أسئلة كتيرة جدا حواليها، بس مش عارفة لا أواجه نفسي ولا قادرة أكلم حد. دي حماتي، ما ينفعش أصلا أفكر فيها كده. وفي يوم أسود سمعت مكالمة بين مروان وحد، وكان بيهمس بصوت واطي في البلكونة، بيحدد ميعاد وإنه جاي لها، وإنه بيقول لها إنه رجليها تعمتها آخر مرة، وإنه هيجيب لها كريم حلو وهيدلك رجليها بنفسه. أنا ركبني مليون عفريت، دخلت وزعقت، وده بكل هدوء وببساطة: دي ماما. قلت له ماما يا روح ماما، هات التليفون. بص، الصدمة إنها كانت فعلا حماتي. أنا ما كنتش عارفة ولا فاهمة، المكالمة مش ابنه وأمه، بس ده صوت حماتي. وقالت لي إن رجليها وجعاها، وابنها ابن بار جاب لها مرهم وهيروح يدهنه. وأنا مرتحتش، حسيت في شيء مريب جدا. الأم دي مش طبيعية، في حاجة غلط، بس مش عارفة أمسك إيه الغلط بالظبط. هتهنط، في إحساس إنه بيخني، بس طبعا مش قادرة أقول إنه ده ممكن يحصل، بالذات مع، أنا حتى مش قادرة أكتبها دلوقتي، مكسوفة من إن تفكيري يجيبني لكده، بس هيجننوني. المهم بعد كام يوم قررت إني أراقب جوزي. أنا حسيت إن في شيء غلط، وحسيت إن اللي كلمتني ممكن ما تكونش حماتي أصلاً، فقررت أراقبه. وكانت المصيبة إن جوزي بيروح من البيت لبيت حماتي، مش بيروح الشغل ويقعد عندها وقت طويل، وبعدين ينزل يركب العربية ويرجع البيت عندي. ده مش مرة، ده كل يوم لمدة أسبوع. أنا كنت هتجنن، إيه اللي بيعملوه فوق؟ وليه مش بيروح الشغل؟ وليه مش مفهمني إنه بيروح الشغل وكل يوم بيقولي إنه في الشغل؟ وليه مش بيقولي إنه عند حماتي؟
حاجات كتير ما كانش ليها أي إجابة، وقررت إني في يوم أطلع أخبط. كنت هتجنن، بس مفيش حد بيرد، وكأن مفيش حد فوق، وده جنني أكتر. هما ليه مش عايزين يفتحولي؟ فضلت واقفة قدام الباب، مفيش حد فتح ولا طلع ولا أي حاجة. أنا هتجنن، إيه ده؟ بس الغريب بعد ساعة تقريباً أنا كنت قاعدة على السلم، حماتي فتحت الباب تطلع الزبالة ولقيتني اتخضيت. قلت لها إزيك يا طنط، مروان عندك؟ ودخلت الشقة، ما كانش فيها حد، ومروان فعلا مش جوه، بس إزاي أنا شفته طلع لها. وهنا جه في دماغي مروان على علاقة بحد في العمارة، وخاصة إن حماتي قالت لي إن مروان ما جاش هنا خالص. ونزلت ما لقيتش عربيته، ده معناه إنه نزل وأنا على السلم، يعني هو في دور من اللي تحت، وحماتي كانت في الدور الرابع، يبقى التلات أدوار اللي تحت في حاجة فيهم غلط. وبعدين افتكرت إن العمارة فيها سلم خلفي خاص بالشغالين والصيانة وكده، بيوصل للملور، هو مش مستخدم بس موجود. دماغي لفت وما كنتش عارفة أفكر، وطبعا واجهت مروان اللي حلف لي إن العربية اللي شفتها كانت عربية شبه عربيته، وإنه طول الأسبوع في الشغل، وخلاني أكلم حد غريب كده وقال لي إنه صاحبه، وإنه يومياً معاهم في الشركة. وسألني سؤال: شركة إيه اللي تديه أجازة أسبوع دي؟ الكلام مش منطقي، وفعلا هو عنده حق، بس أنا متأكدة إن في حاجة غلط. مش عارفة، ما كنتش عارفة أقبل كلامه ولا حتى فكرة إنه بريء أصلا. المهم إنه قلب الترابيزة عليا واتخانق معايا إزاي أسبوع كامل بمشي بالعربية أراقبه، وإزاي خرجت من غير إذنه، وإزاي كمان بشك فيه. مسكني غسلني بجد، وطبعا اتحولت من ضحية لجاني، واعتذرت له على تصرفاتي. وطبعا أنا من جوايا مش عارفة أعمل إيه، حاسة إنه بيضحك عليا وفي شيء مش مريح، بس أنا مش عارفة أثبت أي حاجة، وده مش شيء ينفع أتكلم فيه مع حد. هو لو عارف إني مش مرتاحة لعلاقته بأمه ده ممكن يدبحني فيها، وكله هيغلطني أنا طبعا. وما كنتش عارفة أعمل إيه، بس استمر نفس الوضع السنة كاملة. أنا محتارة ومش عارفة إيه الحل. وزاد إن في مكالمات غريبة وبقى براحته، بعد ما قلب الترابيزة على دماغي وطلعني ست شكاكة، وأمه قعدت قدامي وحطت رجل على رجل، وفضلت تتمسخر عليا وتنصحني، وأنا مش قادرة أنطق، كانت نار قايدة في صدري، ومش قادرة أقول حاجة. هقول إيه بس؟ المهم بعد فترة سبحان الله كنت مسافرة يومين بالعيال وجوزي مرضيش يجي معانا، وكأن الموضوع كأنه مترتب. عربية أخويا تعطل ويقرر نلغي السفرية، وحصل إن العيال كانوا عايزين يباتوا مع عيال خالهم. قلت فرصة أبقى مع مروان نصفي الجو وحدنا. ركبت أوبر، وسبحان الله وقفنا في إشارة، واللي شفته مفيش عقل يصدقه. شفت ست نسخة طبق الأصل من حماتي، أنا حافظة جسمها وشكلها، هي الشكل متغير، بس دي حماتي. قررت أنزل من الأوبر وقف بعيد، ولقيت معاها راجل شبه جسم جوزي، بس ملامحه مختلفة شوية. أنا ما كنتش مستوعبة، هو أنا اتجننت ولا في إيه؟ الست والراجل دول كانوا واقفين في الإشارة بلبس معفن قوي، وبعدين لقيتهم بيشحتوا. أنا قلت إني اتهبلت وكنت ماشية، بس لقيتهم ماشيين، وفجأة الاتنين دول ركبوا أوبر. قلت في نفسي شحاتين إيه اللي بيركبوا أوبر؟ وكنت لمحة موبايل الراجل ده نسخة طبق الأصل من موبايل مروان. قررت إني أركب عربية وأطلع على بيت حماتي، وفعلا وصلت تقريبا بعدهم ب5 دقايق. وطلعت، والمرة دي كنت عاملة حسابي، وكنت عملت نسخة من المفتاح بتاع شقة حماتي من ميدالية مفاتيح مروان جوزي، ما هو كان معاه. واتسحبت والقي حماتي بالجلابية المعفنة، وجوزي بيغير هدومه جوه، وهي قاعدة تعد الفلوس. أنا قلبي كان هيقف، ما حسيتش بنفسي وأغمى عليا. قعد يفوقني وأنا حسيت إني معرفوش. إزاي كل السنين دي عايشة مع راجل قدر يخدعني كده؟ وإزاي الأم دي كده؟ قال لي إنه من وهو صغير وهو شحات، وأمه بتساعده، وهما الاتنين اشتغلوا كده من زمان، وعلشان محدش يكسرهم اتنكروا وما خلوش حد يعرف حقيقتهم، وعاشوا الكدبة وخلوني جزء منها. أنا مش قادرة أتخيل إن الراجل ده كان بينام معايا في سرير واحد، وقادر ينام وهو بيخدعني بالشكل ده.
وعلشان عيالي بس اتطلقت وما فضحتوش، وسبت البلد كلها من تحت راسه هو وأمه. مش قادرة أبداً أتخيل إن عيالي يعرفوا حقيقة أبوهم وجدتهم. أنا خلصت قصتي، وعايزة أعرف منكم شايفين إنه عادي من حق الراجل طالما بيصرف ومكفي احتياجات البيت إنه يخبي جزء مهم من حياته زي مروان كده عادي؟ ولا شايفين زيي إن ده خيانة وغدر؟ مستنية رأيكم في الكومنتات. وبكده القصة دي تكون انتهت، بس حكايتنا لسه ما خلصتش. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك لأنه هيشجعني أكمل، ولو عايز تسمعني تاني اعمل اشتراك في القناة.